بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء النور حبيبات قلبي أو صباح النور الوقت اللي يلحقكم الفيديو إن شاء الله يا ربي يلقاكم بخير وعلى خير. هنا يا البنات ديتكم معايا لدار خويا. البارح كان داير لينا العشاء ربي يخليه لينا ويطول عمره إن شاء الله لميمتي وليا ولوليداتو يا رب. هنا كيما راكم تشوفوا البنات شاركت معكم غير مقتطفات خفيفة ظريفة من العشاء. كنت عيانة وديجا رحت عند خويا روطار، كنت كيما قلت لكم في الفيديو السابق نستنى صلاح وليدي يجي، معناها رحت حتى أدى المغرب. على العموم هنا راهم يوجدوا العشاء كيما راكم تشوفوا، موجدين البلاطويات باش يديروا الكيسان ويوجدوا لينا فيه الماكلة. واش ناكلو؟ هادي عناب، هادي فاكهة، هادي حميص. نقول لخويا ربي ان شاء الله يخلف عليك وربي يعمر ان شاء الله حجر زوجتك ويعطيك بنوتة ان شاء الله تخاوي وليداتك وتفرح ميمتي يا ربي في هاد العيد والعواشير، خصوصا اليوم ليلة الجمعة. راني نمونطي لكم الفيديو، راه قريب غير نمونطيه منا نطلعه لكم لليوتيوب. هنا البنات شاركت معكم كيما قلت لكم العشاء نتاع دار خويا، وهنا راهم خدم كوزينتو جديده. نتمنى تباركوا لخويا الكوزينتو وتخلي له تعاليق زوينه تحفزو. نقول له بصحتك وبطول عمرك الكوزينه انت وزوجتك ووليداتك ان شاء الله هاد الفرحه تجي موراها فرحه انه ربي يرزقك بنوته. كاش نهار يا البنات وندير لكم جوله كامله مكموله عند في الكوزينه تاع مرت خويا. هنا نقول لها بصحتك تاني هي وطول عمرك، نقول لها هذه هي المرأة حرة الحراير، اصبرتي وراكي نلتي بصحتك وبطول عمرك، وعقبال اي وحدة امنيتها تخدم كوزينتها ان شاء الله. كي اليوم الواحد غير الموت اللي تجي مرة واحدة. ورايحة نجيكم يا البنات دوك تشوفوا العشاء تشوفوا الاجواء. كنت مخليه لكم اجواء كما نقولوا عفوية، لكن كتمت صوت الزوج تاعي كان يضحك عليا، قال لهم راه تصور عندكم قولوا ليها كي تخلص تقسم معاكم الخلصة. المهم عاود كتمت الصوت ودرت الصوت نتاعي. هذا هو العشاء مهمتي بنات خويا ولاد خويا هذا اللي راني عنده فرح بيا هو وزوجته، كانت لمة هايلة. واش نقول لكم، تمنيتكم تكونوا معنا يا البنات. راني جايبه لكم اليوم حكايه وقصه من عند اجمل واغلى واعز حبيبه في حياتي اللي هي ستي الحبايب يا حبيبه. راح تعطيكم قصه فيها عبره وبصوتها. نقول لها لي الشرف، قالت لي في اخر الفيديو واش تقبلي عليا يا امينه؟ نقول لك انت اللي قبلي عليا وليا كامل الشرف انني في الفيديو نتاعي قصتك اللي هي بصوتك قصة حقيقية وعبرة حقيقية. خلوا ليها أجمل تعاليق لستي الحبايب يا حبيبة المعروفة باسم حساب كنزاي عبد الرحيم. ربي يخلي لك وليدك كما فرحتيني اليوم ربي يفرحك. وكي اليوم قالت لك ما تكوني عندنا ودير لك مرت خويا هكا طعيمة الله الله بالحمل خروف. خلات لينا مرت خويا حقنا تاع العيد الكبير. نقول لها لهلا يقلع لك حق من وليداتك. تابعوا الفيديو للأخير. تحياتي ومع السلامة. مسيتكم بالغريبية والقعدة الرقية والصالحة الدقسية، مسيتكم بالقهوة الجزية وفنجانها وزهور الحامة وجنانها، والقهوة إذا شربتوها التلوى ما ترموها. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وهذه القصة والعبرة ليكم واني جيت. قال لك لي عادة لميمة ويجعل نسابو مالي يزهوي هنا ليلة ويحس بندام ليالي، وقال لك لي مهموم كيلو ربي وصغير كيزيد جي نهار ويكبر ويولي راجل. ولا هذه جبت لكم قصة فيها عبرة ان شاء الله وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. وليكم يا جماعة هذه الحكاية نويت. قال لك هذه القصة حكاتها لنا جداتي بكري، قالت لك كانت واحد المرأة تسكن معاهم كيما كانوا يسكنوا هكا في شويه بعد على واحد القريه هكا. قالت لك هذيك المرأة مسكينة كانت قالت لك كيما قبل ما يموت راجلها قالت كان حاضيها
ندير هاد العوج نهار مات بان مسكينه. خير قصتنا تبدا مسكينه على واحد المراه مغبونه كانت محضيه في دارها معزه مكرمه مع راجلها، يحكم عليها ربي مغبون يموت، بصح كي مات خلالها بقيره وخلالها معيزه وحوش باه تقدر تعيش بيه. بصح هذه المراه غلبت مسكينه ما قدرش كيفاه توكل وليداتها وقالت لازم نخدم ونشوف حل باه نوكل وليداتي. هنا بعد ما قعدت هذيك المراه مسكينه مع وحدها مع روحها وبدات تخمم، عادت تلم هذاك تحلب البقيره هذيك وتلم الحليب تاعها، ساعات تاكل نص ونص تخبيه. لمت مقدار مليح شويه مليح من الحليب هذاك، حكمت مخدت هذاك الحليب ودارت البن. الزبده خلاتها لوليداتها، قالت باه كون يعود ما عنديش ياكلوا الزبده والكسر. هنايا المراه دات البن تاعها للسوق وبدات تبيع فيه. مالين القريه اللي تبيع فيهم البن عجبهم البن تاعها، لقاوه خاطر ومليح ماهوش مغشوش. عاد تستفاد مره كل يومين ثلاثه تروح تبيع. واحد الخضر هكا يوسوسها الشيطان، قالت بلاطاش نزيد فيه كميه تاع الماء وندي نبيع. كي داته باعته، كي روحت قالت والله ما فاقوا بيه بلي راهو مغشوش. وهنا والفت شغل دالها الطمع، كي شافت الفايده جاتها عاد تزيد فيه الماء. واحد الخطره تاني يحكم عليها ربي، من فوق 5 اطرات زادت تلم 2 اطرتين تاع الماء، عادوا عندها 7 اطرات تاع حليب البن. راحت باعتهم بالطريقه، باعتهم وجات ربحت قالت والله غير عادوا ما يفيقوش بيا. هما الناس ماشي ما يفيقوش بها، هما مدايرين فيها كونفيونس. خاطر المره الاولى كانت تبيع البن تاعها كانت تبيع فيه مليح. كيما باعته هي مروحه في الطريق غلبت. هذاك النهار كانت مسكينه مريضه في حاله، حكمت هذيك قدام كانت واحد العين حكات من نبع في الارض يخرج. بصح هذيك كانت البركه كانت غامقه وقدامها سجيره، حكمت تسكات على السجيره هذيك وحطت الصره تاع دراهمات قدامها وتكات. وطالي تسكات ويجي القرد يسرق هذيك الصره ويطلع فوق الشجره. فيقت بالقرد كي سرق هذيك الصريره، حكمت تعود تضرب في القرد وتعيط عليه، تحكم في القرد وتضرب فيه وتعيط. حكم القرد حل هذيك الصره وعاد يطيش في الدراهمات هذوك السرديات. شي اللي طاح في البركه تاع الماء ما تقدرش تجبدها بسكري غامقه، وشي اللي طاح في الارض خاف القرد منها وهرب. ناضت هي تلم في هذوك السواردات وتحسب فيهم، تلم فيهم وغادوها الدراهمات اللي طاحوا في الماء. لمات هذوك الدراهمات تاعها من الارض قاعده تحسب فيهم. كي حسبت فيهم لقاتهم قد البن تاعها اللي ماشي مغشوش، قد الحليب تاعها. قالت هيه صوارد البن للبن وصوارد الماء هم طاحوا في الماء. وهنا العبره قالك ليك واللي خاطيك عييك. والمثل تاعنا هو قالك صوارد البن للبان وصوارد الماء للماء. وهذه هي القصيصه تاعنا. جبت معكم القصيصه، خليت الخدمه تاعي تاع الكروشي وليت معكم في القصيصه. عجبتني القصيصه هذه تفكرتها، ونتمنى اختي امينه تقبل عليا هذه القصه ودعموها. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يد في اليد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.